هنحكي النهارده ده عبارة عن فيلم مغامرة وسحر ونال شعبية كبيرة جدا في روسيا. علشان كده خلونا نبدأ في أحداث القصة على طول. بتبدأ أحداث الفيلم لما بنشوف مملكة تحت المية بيكون فيها ملك عبارة عن سمكة ومعاه خاتم سحري، وبيتكلم مع الجاسوس الضفدع بتاعه إنه عايز يدور على السمكة اللي هيتجوزها، وبيؤمر الضفدع إنه يدور عليها في كل مكان. بعد كده بنتنقل لقرية في روسيا بيكون فيها راجل كبير في السن شغال حداد عايش مع ابنه إيفان اللي كان نايم لحد ما الكلب بيصحيه. وبنعرف إن إيفان ده شخص طيب بس ساذج جدا، وكان عايش مع أبوه الكفيف. وبعدها أبوه بيطلب منه إنه يروح يجيب شوية سمك ويصطاد، وساعتها إيفان بيقعد على المزلاج الحديد ده ويتزحلق على التلج علشان يروح يصطاد. ساعتها بيعمل خرم في التلج علشان خاطر يعرف يصطاد من النهر. وبعدها المية بتقعد تتحرك بطريقة غريبة وبيكون خايف لحد ما بتخرج منها سمكة وبتقع في الجردل بتاعه. بيرجع إيفان على البيت وهو مبسوط وكان عايز يحضر الأكل علشان السمكة اللي عرف يصطادها دي. بس الغريب إنه لقى السمكة بتتكلم وبتقول له أحسن لك ما تطبخنيش وأنا هقدر أحقق لك 3 أمنيات بس بشرط إنك ترجعني للنهر تاني. ساعتها هو كان فاكر إن اللي بيحصل ده أي كلام، وعلشان كده بيتمنى أمنية عبيطة وهي إنه يلف المدينة بالكامل من غير ما يسيب بيته. ساعتها بيلاقي البيت بتاعه بيترفع لفوق وبيكون قاعد على الفرن علشان خاطر يعرف يتدفى. وساعتها السمكة بتاخد الفرن ده وبتتحرك بيه في المدينة علشان تحقق أمنيته زي ما قال. وساعتها كان إيفان مندهش ومش مصدق إيه اللي بيحصل. وبعدها بيقول أنا نفسي المدينة كلها تبقى فيها دفء وخضرة بدل ما هي كلها تلج كده. وعلى طول الأمنية بتاعته بتتحقق قدامه. وساعتها السمكة بتقول له إن في أمنيتين من أمنياته اتحققوا وما بقاش قدامه إلا أمنية واحدة بس. وكان إيفان متضايق إنه عمال يضيع في الأمنيات في حاجات تافهة كده لحد ما بيكون ماشي في الطريق وبيطلع عليه شوية بلطجية كانوا عايزين ياخدوا منه أي فلوس أو أي حاجة، بس هو ما كانش معاه غير السمكة علشان كده قرروا إن هم يطبخوا السمكة دي. ساعتها إيفان بيحاول إنه يهرب منهم وياخد السمكة وهم بيطاردوه، وبعدها بياخد السمكة ويرميها في النهر وبيقول لها أنا هرجع لك تاني أهو علشان خاطر دول ممكن يقتلوكي. وعلشان كده قطاع الطرق والبلطجية دول بيعجبوه بيعلقوه من رجليه في الشجرة لحد ما بتيجي واحدة جميلة اسمها يانا. ويانا دي هي اللي أنقذته من على الشجرة وكان على كتفها وشاح على شكل قشر سمكة وبيعرف إنها السمكة بس اتحولت لإنسان. بيعرف ساعتها إيفان إن الأمنية بتاعته ما ضاعتش وإنه لسه عنده فرصة إنه يحققها. وبنعرف من كلامه مع يانا إنه نفسه يتجوز بنت الملك زار. ولما يانا بتقول له هي دي الأمنية اللي أنت عايز تحققها قال لها لا أنا هحاول أعمل حاجة زي كده بنفسي بس ممكن في يوم أحتاج مساعدتك. بعديها بقى بنتنقل للقصر وبنشوف الأميرة نانسي وكانت بتتكلم مع الخدامة بتاعتها اللي عارفة إن الأميرة نفسها بتتجوز من راجل إنجليزي، وبتتبسط أكتر لما بتعرف إن في سفير إنجليزي جاي القصر. بس أبوها الملك ما كانش عايز حاجة زي كده لأنه بيكره الإنجليزي جدا ومش عايز بنته تتجوز واحد إنجليزي. في اللحظة دي وصل سفير من إنجلترا وكان عايز يتكلم مع الملك علشان خاطر يتجوز بنته، وبيدي بنته مظلة وبيدي الملك هدية علشان يغير وجهة نظره عن الإنجليز ويساعده إنه يوافق يتجوز بنته. ساعتها بيوصل إيفان ويانا للمملكة والسفير بيقدم للملك جهاز بيقول له إنه بيعزف موسيقى لواحدة بس. في الحقيقة كان في راجل قزم مستخبي جوه الجهاز وهو اللي كان بيعزف الموسيقى، بس ساعتها الملك ما كانش عاجبه الجهاز ده وكان شايف ان مفيش اي فايدة فيه. اما بنته كان عاجبها الجهاز وكانت عايزة تتجوز من الراجل الانجليزي ده. في اللحظة دي ايفان كان متضايق جدا وكان عايز يدخل علشان خاطر يقنع الملك انه يتجوز بنته، وكان بيعترض على جواز بنته الاميرة من الراجل الانجليزي السفير ده. هنا بقى ساعتها الملك كان مبسوط لانه لقى عذر يساعده على انه يتجنب جواز بنته من الراجل الانجليزي، وبيقول لايفان لو عرفت تجيب جهاز زي الجهاز اللي جابه السفير الانجليزي ده انا ساعتها هخليك تقدر تتجوز الاميرة. بس الاميرة كانت متضايقة لانها كانت عايزة تتجوز من السفير الانجليزي ومش عاجبها ايفان اصلا. وساعتها الملك بيدي ايفان ملابس جديدة وجزمة جديدة علشان يعرف يقوم بالمهمة دي علشان ايفان كان شخص فقير. ساعتها بيجهز علشان
علشان خاطر يروح يقوم بالمهمة دي، وكانت يانا معاه، بس بتقوله خلي بالك الغابة اللي انت داخلها دي مليانة وحوش ومحدش هناك هيقدر يرجع سليم من المكان ده. وبنفهم من كلام يانا عن الآلة الموسيقية دي إنها لو عملت موسيقى فريحي الناس بتقعد ترقص لحد ما بيتعبوا وبيناموا، وساعتها الآلة بتلتهم، ولو شغلت موسيقى حزينة بتأثر في الناس جامد لحد ما بيتعبوا برضه وبتقدر تخلص عليهم. وبيمشوا مع بعض كتير لحد ما بيوصلوا للغابة، وساعتها بيواجهوا صعوبة كبيرة جدا، وده بسبب الهياكل العظمية اللي كان بيلاقيها إيفان في الغابة. وده معناه إن كان في ناس كتير حاولت إنها تخش المكان ده وحاولوا يعملوا المهمة دي من بدري، وكانت نهايتهم الموت. وبعدها بيسمع صوت بيقول له هو أنت كمان جاي علشان خاطر تاخد الآلة الموسيقية دي؟ وبيرد عليه إيفان وبيقول له نعم. وساعتها المسؤول عن الآلة الموسيقية بيقول له هنشوف هتقدر تستحمل ولا لأ، عايز بقى تسمع لحن حزين ولا لحن فرح؟ وبنعرف ان المسؤول عن الآلة الموسيقية دي عبارة عن قطة، وساعتها القطة بتعرف تلحن حزين. والغريب ان ايفان كان عارف الأغنية، والقطة بتندهش من الموضوع ده، وايفان مش بيحزن زي باقي الناس. وبيعرف القط من ايفان ان والدته كانت بتغني له الأغنية دي زمان وهو صغير، علشان كده كان متعود انه يسمعها اصلا. والقط بيقول له انا مش هعرف اديلك الآلة الموسيقية دي لان انا محتاجها علشان خاطر بيها بقدر ان اوفر لنفس الاكل. وساعتها ايفان بيديله شويه من الاكل اللي كان معاه، والقط هنا بيقرر انه يساعد ايفان ويرافقه لحد ما يرجع. ولما كانت يانا قاعده مستنيه ايفان بيجي لها ضفدع محمل برساله من الملك السمكه، بيقول لها ان الملك مستنيكي ترجعي في اسرع وقت علشان يتجوزك. بس هي بترد على الضفدع وتقول له بلغ الملك ان انا مش هرجع له ومش هخليه يتجوزنا ابدا. وبيرجع ايفان وهو معاه القطه ومعاه الآلة الموسيقيه وبيتكلم مع يانا، وبيكون سمع اللي حصل معاها ومع الضفدع. وساعتها بيقرروا هما الاتنين انهم يرجعوا للمملكه تاني. ولما بيسأل ايفان عن سبب رفض يانا للجواز من الملك السمك قالت له انا مش بحبه علشان كده انا مش عايزه اتجوزه. وبنرجع تاني للقصر وبنشوف السفير بتاع انجلترا متنكر في زي سفير من بريطانيا علشان خاطر يحاول يقنعه انه يتجوز الاميره. وساعتها بيضحك على الملك والملك بيوافق، بس ايفان بيجي في الوقت ده وهو معاه الآلة الموسيقيه وكمان معاه القطه. ولما بيدي الاشاره القطه بتبدا تعزف الحان جميله، وساعتها الكل بيفضل يرقص وهو مبسوط، وده كله بسبب الموسيقى السحريه اللي كانت القطه بتعملها. وبعدها ايفان بيقول له القطه تبطل عزف موسيقى، وساعتها الملك بيندهش من ان ايفان حقق اللي الملك كان عايزه. وساعتها ايفان بيقول له خلاص يبقى انا كده هتجوز بنتك الاميره. وعلى الرغم من ان الملك كان موافق الا ان الاميره نانسي ما كانش عاجبها وكانت عايزه تتجوز السفير الانجليزي، وعلشان كده بتدي مهمه لايفان وهي مهمه مستحيله جدا. وبيرجع ايفان وهو مبسوط وبيتكلم مع عيانه وبيقول لها ان الاميره موافقه ان اتجوزها، بس طلبت مني مهمه واحده ان اعملها وانا هقدر اعمل المهمه دي واتجوزها. وكان باين عليه انه مبسوط جدا. وفي الليله دي بتروح الاميره في مكان علشان خاطر تستدعي روح والدتها الميته، وبتقول لها انا عايزاكي تساعديني في ان ادي ايفان مهمه مستحيله انه يعملها، وبالتالي ما يقدرش يتجوزني وارتاح منه بقى. وفي اليوم التاني بنشوف السفير معاه ماكينه سحريه بتقطع الخضار وبتعمل الفاكهه عصير، وفي الحقيقه اللي كان بيعمل الكلام ده هو الشخص القزم اللي كان جوه الآلة. وساعتها السفير بيقول للملك عندك حاجه زي كده موجوده في اي حته؟ وفي اللحظه دي الاميره بتقول علشان خاطر اوافق ان ايفان يتجوزني لازم يقدر يجيب مكنه زي دي وبتقدر كمان تنظف الاكل. بس الملك بيقول انا سمعت قبل كده عن مفرش سحري بتاع ترابيزه اكل، والمفرش ده بيقدر يعمل كل الحاجات دي، وبتكون هي دي المهمه بتاعت ايفان علشان خاطر يقدر يتجوز الاميره. وبيبدا ايفان رحلته مع يانا علشان خاطر يروح يجيب المفرش ده، وفي رحلتهم بيعرفوا ان المفرش ده موجود مع 2 اخوات، والاتنين دول قاعدين في الجبل والمفرش بيحضر لهم الاكل على طول، وبقوا 2 كسالى جدا. وفي رحلتهم بيقعدوا عند 2 عواجيز كانوا بيحبوا بعضهم جدا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض كتير طول رحلتهم لحد ما بيوصلوا للمنطقه الجبليه اللي فيها ال2 الاخوات اللي معاهم المفرش السحري، وكانوا بيعانوا هما ال2 من السمنه المفرطه. بعديها بينزل ايفان علشان يطلب منهم انهم يدوله المفرش السحري، بس هما بيرفضوا طبعا وبيضربوه بثمرة جوز الهند في دماغه وبيغمى عليه. ساعتها بتجيب لهم اناء فيه شويه ميه
بتقول لهم بصوا على شكلكم كده، انتوا بقيتوا تخان جدا. وساعتها هما الاتنين بيحسوا بحزن شديد وبيطلبوا من يانا انها تساعدهم وتجيب لهم حل مناسب. بتقول لهم الحل هو ان انتوا تسيبوا المفرش ده وتبداوا تدوروا على الاكل بتاعكم بنفسكم علشان خاطر تخسروا شويه وزن وترجعوا زي ما كنتم قبل كده. وبالتالي بتقدر يانا انها تاخد المفرش منهم وتديه لايفان اللي كان مبسوط جدا. بعديها بيفضل يجمع في شويه ورد علشان خاطر يديه للاميره، بس يانا بتقول له على فكره الاميره مش عايزه تتجوزك، وهي خلتك تطلع المهمه دي علشان خاطر هي عايزه تتخلص منك، بس علشان ايفان شخص طيب وساذج مش بيكون مصدق اللي هي بتقوله ده، وبيكون فاكر ان الاميره بتحبه. بس يانا هي اللي بتقع في حب ايفان ومش بتعترف ليه. وساعتها بيرجع ايفان للقصر ومحدش كان مصدق انه فعلا قدر يرجع بالمفرش ده، وكل اللي كانوا في المملكه كانوا مبسوطين الا نانسي لانها كانت فاكره ان المهمه ديت مستحيله. علشان كده بترجع لنفس المستودع اللي قابلت فيه روح امها علشان تتكلم معاها تاني من جديد. وقتها امها بتقول لها على خطه شريره جدا وهي تقدر من خلالها انها تتخلص من ايفان، وبتبدا نانسي تتتبع الخطه دي. تاني يوم الاميره بتقول لايفان انها موافقه انها تتجوزه بس بشرط انه ياخد الاذن من والدتها، وده معناه انه لازم يروح لعالم الظلمات. وهنا ابوها الملك بيفهم انها بتحط عقبات مستحيله امام ايفان علشان خاطر تتجنب انها تتجوزه. بعديها بيروح يتكلم مع يانا، ويانا بتقول له خلي بالك انت لو عملت كده هتكون بتضحي بنفسك وبحياتك علشان واحده اصلا مش بتحبك، بل بالعكس ده عايزه تتخلص منك. ولما بيسال يانا اروح هناك ازاي، بتقول له انت هتمر بحاجات كتير صعبه قوي وطرق خطيره جدا. تاني يوم وهم رايحين في المهمه دي بيعدوا على البيت بتاع ابوه الحداد الكفيف اللي كان متضايق انه مش عارف ابنه فين ومش عارف يسمع صوته بقاله كام يوم. وبعدها بيرجع ايفان وبيقعد مع ابوه اللي كان مبسوط جدا انه عرف يقعد معاه تاني، وكان متضايق انه هيسيب ابوه علشان يروح الرحله الصعبه دي، بس كان عايز يضمن ان ابوه مبسوط منه ومش زعلان منه. وساعتها بيطلب ايفان من يانا الامنيه الثالثه وهي ان ابوه يرجع له بصره من جديد. وبعدها بيقول لها انا مش عايزك تبقى معايا في الصعوبات اللي انا هخش عليها دلوقتي دي، وبيهديها الوشاح بتاعه وبيطلق سراحها. وهي بتقعد تقول له لا انا مش هينفع اسيبك في الظروف الصعبه اللي انت بتعملها دي، وانا لازم افضل معاك. وهو رغم كل ده مش فاهم انها بتحبه ومتعلقه بيه جدا. وبيخشوا في طريقهم وكان النهر ضيق وضلمه وكان مليان تماثيل بتعبر عن الموت والرعب في المكان ده. وبعدها بينزلوا من القارب وبيجي واحد حارس المكان ده وبيستغرب وبيتفاجئ وبيسالهم انتم وصلتوا هنا ازاي. ساعتها بترد عليه يانا وبيتفاجئ ايفان لما بيعرف ان هي بنت الراجل ده، وبيعرفوا الحارس انهم جايين هنا علشان خاطر يبحثوا عن روح الملكه. وبيعرفوا كمان ان الملكه كانت امراه قاسيه جدا ووحشه واتجوزت من الملك علشان خاطر تقدر تكسب السلطه وفي نفس الوقت تأمع الفقراء، عشان كده تم الحكم عليها بالجوع الابدي نتيجه لانها كانت بتجوع كل الناس. وكان ساعتها بيحاول انه يفهم انه يتقرب من الملكه علشان خاطر يحصل على موافقتها وبالتالي يقدر انه يتجوز الاميره ويحقق الحلم اللي كان بيتمناه طول الفتره دي. وعلى الرغم من ان الملكه كانت رافضه الا انها بتتعرض لضغط كتير لحد ما في الاخر بتوافق وبتديله الاذن. وفي القصر بنشوف الاميره كانت قاعده مع السفير الانجليزي وكانت عارفه ان خلاص ايفان مش هيقدر يحقق المهمه دي ومش هينجح فيها، وبالتالي هي هتقدر تحقق حلمها وتتجوز السفير الانجليزي. بس لما كانوا قاعدين بياكلوا بتظهر روح الملكه امها وكانت بتتكلم وبتقول انها بتدي الاذن لايفان انه يتجوز الاميره. وفي الوقت ده كان الملك مبسوط جدا، اما الاميره نانسي كانت متضايقه ومش مصدقه ازاي ايفان قدروا انه يعمل المهمه الخطيره دي. وكانت يانا قاعده مع ابوها وبتتكلم معاه، وبعدها بتقرر انها ترجع مع ايفان في القارب. وكان باين عليها انها مبسوطه جدا ان ايفان قدر يحقق اصعب مهمه على الاطلاق، حتى ان ايفان هو كمان كان مبسوط انه عرف يعمل المهمه اللي كان شايف انها مستحيله وفي نفس الوقت يرجع لابوه بصره. وساعتها يانا بتقول له خلاص انت هترجع وتتجوز الاميره، انا ما بقاش ليا لازمه، ولو كده انت لازم تنساني. قال لها لا انا مش هقدر انساكي، انت عشت معايا اوقات صعبه جدا ومن غير مساعدتك انا ما كنتش هقدر احقق اللي انا حققته. بتكمل يانا كلامها وبتقول له انت علشان تخرج من المكان دوت انت لازم يكون محكوم عليك ان انت تفقد الذكريات بتاعتك، وبالتالي انت هتنساني غصب عنك اصلا. وكان باين عليها انها حزينه انه هينساها بعد كل اللي عاشوه مع بعض. وبعد شويه بتظهر روح الملكه لبنتها نانسي وبتتكلم معاها وبتقول لها انا اضطريت ان
موافق، بس انا عارفه حاجه ممكن تساعدك انك ما تتجوزيش ايفان وتحققي اللي انت عايزاه وتتجوزي من السفير الانجليزي. ساعتها بتقول لها ايفان ما قدرش يعمل الكلام ده كله من نفسه، بالعكس ده كان بيستخدم السحر طول الوقت، ودي حاجه في المملكه بتاعتهم ممنوعه. وساعتها كانوا بيقولوا ان اي شخص بيستخدم السحر بيعاقب عليه بالاعدام، وبالتالي انت تقدري يا نانسي تستخدمي العقوبه دي بانك تتخلصي من ايفان وتتجوزي السفير الانجليزي. وتاني يوم بتوصل يانا مع ايفان في القارب، وساعتها بيصحى ايفان من النوم وبيكتشف ان كل ذكرياته مع يانا اختفت، لانه كان بيسالها وبيقول لها هو انت مين، وبعد كده بيسيبها وبيجري علشان خاطر يروح للاميره. ولما بيروح للاميره بيقول لها رغم انه عرف انه يخلص كل المهام اللي هي طلبتها منه، الا انه وقع في حب شخص تاني هو مش قادر يفتكر هو مين الشخص ده. وكانت نانسي المكيره بتقول له هو انت عرفت تخلص كل المهام دي لوحدك ولا كان في حد بيساعدك؟ قال لها انا كان معايا مساعده سحريه بس انا مش قادر افتكر كانت مين ولا كان مين الشخص ده اصلا. ساعتها نانسي بتحكم عليه بالاعدام، لان في المملكه دي العقوبه بتكون الاعدام لاي شخص بيستخدم السحر. ساعتها ايفان كان مصدوم ومش قادر يصدق ان الشخص اللي هو خاطر بحياته علشانه كتير ممكن يخونه بالطريقه دي. في اللحظه دي يانا بتظهر وبتدي للاميره وشاح من قشر السمك علشان خاطر بيه تقدر انها تفضي ايفان من العقوبه، وبالتالي بتقدر يانا انها تنقذ ايفان من عقوبه الاعدام. وبتوافق الاميره على الصفقه، وساعتها يانا بتقول لها انا هحقق لك شويه امنيات علشان خاطر ما تعدميش ايفان. واول امنيه عملتها انها عملت نفسها الملكه وحبست ابوها، والامنيه الثانيه هي ان السفير الانجليزي يعرض عليها طلب جواز، وفعلا ده بيحصل وبفضل السحر بتاع يانا. وكان ايفان في نفس الوقت مش قادر يفتكر اي حاجه وعمال يتمشى في الاماكن اللي كان بيتمشى فيها مع يانا ومش قادر يفتكر خالص. وبعد شويه بيروح يبات مع ابوه وبيقابل الاتنين التخان اللي كان معاهم المفرش بتاع الاكل وبيخسوا، وبعدها بيقعدوا يتكلموا معايا شويه وبيفكروه بشويه ذكريات لحد ما بيفتكر يانا. وبيدخل ايفان القصر ومعاه ابوه والاتنين اللي كانوا تخان وخسوا، وساعتها بيقرر انه يطلب من نانسي انها تطلق سراح يانا والا هينتقم منها ومن الجنود اللي معاها. وبتطلب الاميره من يانا انها تحقق له الامنيه الثالثه وهي انها تبقى ساحره زيها، وساعتها بتتحول لسمكه، وبالتالي ما كانتش عارفه تستخدم السحر بتاع يانا. وبعد شويه بيطلع ملك السمك من الميه اللي كانت في البير وبياخد نانسي بعد ما اتحولت لسمكه، وكان فاكر انها يانا، وساعتها بياخدها معاه علشان يتجوزها. وبعد كده بيقدر ايفان انه يتجوز من يانا وبيرجع الملك للحكم بتاعه والناس كلها بتكون مبسوطه. وبس يا سيدي بتنتهي القصه على كده.